الحكم والفار لم يكن على مستوى المباراة، وظلم الفرقتين لأن كل فريق على الأقل له ضربتين جزاء. المغرب له زلزولي في الشوط الأول، له سايبري في الشوط الثاني ضربتين جزاء. المنتخب الكاميروني له ضربة جزاء موبومو، وله ضربة جزاء اللي عملها ماسينا. فالحكم والفار والاربع حالات اللي انا قلتهم، الحكم احنا جايبين الفار ليه؟ عشان يصحح قرارات الحكم. الاربع حالات اللي انا قلتهم لازم الفار يتدخل، لان الحكم هو بيحكم في قلب المباراة، هو مش شايفها. يعني مثلا بتاعت موبومو لا هذيك انا اتفقش معها، يعني شاهدناها مبومو هو اللي ضارب رجل اللاعب ماسينا على ماسينا ياك. ايوه خلينا لنا اللقطه نشوفها لو عندك عنده جاهزه اللقطه. خليها كابتن بعد فاصل، والشباب ان شاء الله حيجهزوا لنا هذه اللقطه ونتحدث عنها بإسحاق. وبالنسبه للمنتخب الكاميروني علينا ان نواصل العمل مع هذا المنتخب الشاب. طبعا ستكون هناك نسخ اخرى من المنافسات القاريه، ورأينا شيء يبعث على الامل. كابتن اللقطه جاهزه، وانت قلت من البدايه انه ركلتين للجهه وركلتين، يعني هناك تعادل نعتبرهم سجن. انا قلت الحكم والفار لم يكن على مستوى المباراه، نعم، وظلم المنتخبين. طيب احنا سنلاحظ او نشاهد الان اللقطه التي طلبها كابتن محمد، ويعتقد ان هناك ركله جزاء لصالح المنتخب الكاميروني. هاي كابتن، واليك التعليق في الاعاده. ايوه انا قلت 4 حالات، انتوا جبتوا الحاله دي. لا واحده يعني. لا شوف، لا انا وجهه نظري يا يوسف، انا وجهه نظري يا يوسف ماشي. هو رجليه بص راحت رجليه المتحركه. وانا اتفق معك يا كابتن، انا الان شفتها في ضربه جزاء. انا من وجهه نظري فاهم، لانه بص رجليه يا يوسف المتحركه راحت ليه، مش هي رجل موبومو اللي راحت لرجل ماسينا، رجل ماسينا اللي راحت لرجل موبومو فاعاقته. الحكم ما شافهاش. انا جايب الفار ليه يا يوسف؟ يصحح قرارات الحكم. ودي مش الحاله بس الاولى، في حاله في الزلزولي في الشوط الاولاني، رجل المدافع بتاع الكاميرون داس على رجليه، تقول لي مش اصله ما شافوش؟ ما فيش على الكلام ده. متعادلين. رايك؟ لا 4 حالات. انا من وجهه نظري هي حالات تظل حالات تحكيميه، لكن في مجمل المباراه، وجيريمي يعترف الان، شاف جيريمي ممكن يغير كلامه. في مجمل Non, je pense qu'il a bien vu. Quand on regarde sur le ralenti بطريقه جيده ومن خلال اللقطات البطيئه كان يتوجب على الفار. نعيد المباراه جيريمي، مثل ما قال محمد. نعيد المباراه. نعم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. الهدف الثاني لإسماعيل السيباري فجر فرحة كبيرة وعارمة في مختلف المدن المغربية، وبالمناسبة تم اختياره أفضل لاعب في هذه المباراة. ترحب من جديد بمحلل قنوات بي سبورتس كابتن جيريمي هاردلاك. هل تعتقد أنه الانتصار كان بينا واضحا ليس فيه أو عليه أي غبار؟ وما الذي حدث بالضبط بالنسبة للمنتخب الكاميروني؟ هل تعتقد أنه عامل خبرة في المواعيد الكبيرة لهذا الجيل الجديد؟ أولا أو بادئ ذي بدء لابد من تهنئة المنتخب المغربي جماعة وليس فرادى، بما في ذلك الإطار التدريبي والفني، لأن هذه المباراة ستكون مباراة مرجعية. أداء رائع جدا من حيث الكثافة العددية والاندفاع البدني والشراسة.
منذ البداية، ورأينا في المباراة وأن الفرص أتت ووقع ترجمتها إلى أهداف. تهانينا إلى المنتخب المغربي. مرة أخرى ستبقى مباراة مرجعية بالنسبة للناخب الوطني والمنتخب المغربي. أما فيما يخص المنتخب الكاميروني فهذا جزء لا يتجزأ من الخبرة التراكمية والمكتسبة بالنسبة للاعبين. هذا منتخب شاب قدم ما عليه. صحيح كانت هناك هزات في المستوى، ولكن هناك طابع خاص بالمنتخب الكاميروني. ضد المنتخب الموزمبيقي كنا متأخرين في النتيجة وعدنا، ولكن ضد المنتخب المغربي، هذا المنتخب المغربي الذي تفنن في الانضباط التكتيكي والحضور البدني، ولكن لم تكن الاستجابة حاضرة. صحيح رأينا في الدقائق الأخيرة أن هناك رغبة من اللاعبين الكاميرونيين أن يعودوا في النتيجة، ولكن كان الوقت قد تأخر. ولكن طبعا هذا جزء لا يتجزأ من الخبرة المكتسبة. هذا منتخب شاب سيتعلم الدروس المستفادة من هذه المباراة، والمستقبل يبدو زاهر لهذا المنتخب. كابتن يوسف، تحدث قبل قليل عن الانتقادات الكثيرة والكبيرة التي وجهت وتوجه لوليد الركراكي. اليوم بنفس التشكيلة التي لعبت على الأقل أمام منتخب تنزاني أضعف بين قوسين، تحققت النتيجة والأداء. هل تعتقد أنه الفارق هي ردة فعل اللاعبين؟ لا ردة الفعل هي اختلاف المنافس. تنزانيا ليست الكاميرون. تنزانيا دائما قلت لك احنا نعاني دائما مع الفرق اللي لعبنا معها في دوري المجموعات ولا حتى مع تنزانيا. الأربع مباريات مع فرق تلعب بلوك يعني بالدفاع متأخر. ما تعطيكش المساحات، وصعب انك تلعب اي منتخب ولا اي فريق يلعب لك، صعب انك تلقى له المساحات، وصعب انك تسجل الاهداف كثيره. هدف واحد يمكن، ولكن الشيء الجيد انك تفوز مباريات وما يسجلوش عليك اهداف. المنتخب الكاميروني لا، المنتخب الكاميروني يحب تو يلعب الكره، وشاهدنا العديد من المرات كانت المساحات كثيره. الضغط، عمليه اختيار منطقه الضغط على الحامل الكره، فعمليه استرجاع الكره كنا قويين. ونتفق مع جيريمي لقاء ان المباراه كانت بدنيه 100%، لان كل الامكانيات فزنا بهم. استغلينا الشيء الايجابي، تقريبا الكرات الثابته ركنيا سجلنا من الهدف، وفي الشوط الثاني كذلك من ضربه خطا جانبيه سجل بها الصيباري. ودفاعيا كان الفريق متماسك بشكل جيد. اليوم عجبني اليوم ماسينا ولعب اكرد، كانوا لاعبين بدون اي اخطاء، التمركز بشكل جيد في عمليه ابعاد الكره بشكل جيد. مزراوي مباراه كبيره اليوم. مزراوي اليوم من احد افضل المباريات اللي شفتو يلعب لها كظهير ايسر، واللي خلى ان مبومو ما يظهرش. صحيح، هو زميله في مانشستر، يعرف كيف يدافع بشكل جيد، خصوصا ان مبومو دائما يحب ان يدخل الجهه اليمنى ثم يدخل على الجهه اليسرى انه يسدد بجزء. كان ممتاز، لانه كان احد اللاعبين وتكلمنا عليه انا واحمد محمد، الجنود الخفاء هم هذا اللاعبين. قدم مباراه كبيره اليوم في عمليه التغطيه، في عمليه ابعاد الكره، في عمليه الضغط، في عمليه احيانا شفناه كذلك في عمليه اكمال الهجمه. ركض اكثر لاعب يمكن ركض اليوم هو، والصيباري اللي في اعتقادي اليوم كان هو نجم الماتش، نجم المباراه، يستحقها. ظل مباراه مثاليه على كل المستويات. اذا اردت ان تفوز بالافكون يجب ان تواجه الافضل. هذا كلام اسماعيل السيباري، نجم PSV، سيكمل عامه ال25 وامامه مستقبل كبير. كابتن، نتفق جميعا على أن مباريات دور المجموعات مختلفة تماما عن مباريات الإقصائية. انتقادات كبيرة وجهت سابقا على مستوى الأداء. اليوم هل تعتقد أن هذه يجب أن تكون الانطلاقة الحقيقية لهذا المنتخب؟ أنا قلت أمين، كل منتخب محتاج مباراة زخم في كل بطولة مجمعة. هي دي البطولة، هي دي المباراة كمرجعية ليه. اتكلم سايبري على الأدوار بتاع نص الملعب. النهارده اللي عامل توازن المنتخب المغربي نص الملعب، الثلاثه بتوع نص الملعب، العناوي ثابت قدام المدافعين، الاثنين اللي قدام 2-8 بلال والسايبري، الاثنين بدون كره بيتحركوا كويس قوي، وبعدين بيسترجعوا الكره بسرعه. فعمليه الضغط بدون كره وعمليه التحرك بكره هي اللي عملت التوازن الكبير بالنسبه للفريق، وقدره الفريق دايما على التنوع، امتى يعلي الريتم وامتى يوطي الريتم، امتى اخش بدني وامتى احول المباراه الفني. فانا اشوف النهارده نجاح كبير بالنسبه للمنتخب المغربي، والفوارق بانت. انا بقى عاوز اتكلم في نقطه تانية. ده لا غبار ان المنتخب المغربي عدى وهو يستحق وهو الافضل كل الفوارق الفنيه والبدنيه. الحكم والفار لم يكن على مستوى المباراه، وظلم الفرقتين.
لان كل فريق على الاقل له ضربتين جزاء. المغرب له زلزولي في الشوط الاول، له سايبري في الشوط الثاني ضربتين جزاء. المنتخب الكاميروني له ضربه جزاء موبومو، وله ضربه جزاء اللي عملها ماسينا. فالحكم والفار والاربع حالات اللي انا قلتهم، الحكم احنا جايبين الفار ليه؟ عشان يصحح قرارات الحكم. الاربع حالات اللي انا قلتهم لازم الفار يتدخل، لان الحكم هو بيحكم في قلب المباراه، هو مش شايفها. يعني مثلا بتاعت موبومو، انا لا هذيك انا اتفقش معها، يعني شاهدناها. مبومو هو اللي ضارب رجل اللاعب ماسينا على ماسينا ياك. ايوه خلينا لنا اللقطه نشوفها لو عندك عنده جاهزه اللقطه. خليها كابتن بعد فاصل، والشباب ان شاء الله حيجهزوا لنا هذه اللقطه ونتحدث عنها بإسهال. قبل ان اعطيك كلمه عن هذا العناوي المميز، مثل ابوه كان مميز في التنس ومميز كذلك في كره القدم، كابتن ما الدرس الذي يجب على هذا الجيل أن يستفيد منه بعد هذه المباراة، وكيف تعتقد أنه خطاب صامويل إيتو سيكون في غرفة الملابس؟ أولا هناك الكثير من النقاط الإيجابية في هذه النسخة من الأفكون. هذا منتخب شاب. الوصول إلى هذا الملعب، نحن لم ننتظر الوصول إلى هذا الدور من المنافسة في الوقت الراهن. لابد أن تشكل هذه المباراة مباراة مرجعية، وهذه النسخة من الأفكون لابد أن تكون مرجعية بالنسبة للمنتخب الكاميروني. ليس لدينا ما نندم عليه، لأننا خلال هذه المباراة لم نقدم ما علينا، إذن ليس لدينا ما نندم عليه. هذا يعني بصراحة وبموضوعية أن المنتخب المغربي هيمن بالطول والعرض على المباراة. التهاني موصولة للمنتخب المغربي. وبالنسبة للمنتخب الكاميروني علينا أن نواصل العمل مع هذا المنتخب الشاب. طبعا ستكون هناك نسخ أخرى من المنافسات القارية، ورأينا شيء يبعث على الأمل. كابتن اللقطة جاهزة، وانت قلت من البداية أنه ركلتين للجهة وركلتين، يعني هناك تعادل نعتبرهم تسجل. أنا قلت الحكم والفار لم يكن على مستوى المباراة. نعم. وظلم المنتخبين. طيب احنا سنلاحظ أو نشاهد الآن اللقطة التي طلبها كابتن محمد، ويعتقد أن هناك ركلة جزاء لصالح المنتخب الكاميروني. هاي كابتن، وإليك التعليق في الإعادة. أيوه أنا قلت 4 حالات، أنتوا جبتوا الحالة دي. لا واحدة يعني. لا شوف، أنا وجهة نظري يا يوسف. أنا وجهة نظري يا يوسف. عرفت وجهة ماشي. هو رجليه، بص راحت رجليه المتحركة. أنا أتفق معك يا كابتن. أنا الآن شفتها في ضربة جزاء. أنا من وجهة نظري، فاهم؟ لأنه بص رجليه يا يوسف المتحركة راحت ليه، مش هي رجل موبومو اللي راحت لرجل ماسينا، رجل ماسينا اللي راحت لرجل موبومو فأعاقته. الحكم ما شافهاش. انا جايب الفار ليه يا يوسف؟ يصحح قرارات الحكم. ودي مش الحاله بس الاولى، في حاله في الزلزولي في الشوط الاولاني، رجل المدافع بتاع الكاميرون داس على رجليه، تقول لي مش اصله ما شافوش؟ ما فيش على الكلام ده. متعادلين. رايك؟ لا 4 حالات. انا من وجهه نظري هي حالات تظل حالات تحكيميه، لكن في مجمل المباراه وجيريمي يعترف الان، شاف جيريمي ممكن يغير كلامه. في مجمل Non, je pense qu'il a bien vu. Quand on regarde sur le ralenti بطريقة جيدة ومن خلال اللقطات البطيئة كان يتوجب على الفار. نعيد المباراة جيريمي، نعيد المباراة. نعم. مع أجواء الفرحة لدى أنصار المنتخب المغربي مباشرة بعد نهاية المباراة. فرحة عارمة اليوم. ضروري مبروك المنتخب الوطني المغربي، تنتمناو هذا الفوز ان شاء الله نكونوا باش ندو به كاس افريقيا، والفوز على فريق الكاميرون فريق ماشي سهل، فريق صعب. التصفيات تيبينوا المقابلات ديالو، ولكن الحمد لله بفضل الفريق وبفضل والد الركراكي استحقوا الفوز وفزنا، وان شاء الله يكون نهائي مغربي. المغرب ديما مغرب، واي فرقه تجي بسم الله، اي فرقه تجي بسم الله. ديما مغرب يا ديما مغرب. كان ماتش زوين، ماتش مو سهل، ولكن لعبنا مزيان وماركنا بكري، والحمد لله الماتش داز مزيان. ان شاء الله نمشوا النهايه والربح هذا اللي كتبقى في المغرب، ونكمل نفرحوا. ياك نفرحوا الدراري. لا 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 لا.
لا يمكن للجماهير مشاهدينا في المغرب إلا أن تكون سعيدة وفرحة، أولا بالنتيجة، بالأداء كذلك، وأيضا بهذا التأهل المستحق للمنتخب المغربي. لمزيد من الحديث حول هذه المباراة سيكون هناك المساء الرياضي مع الزميل مشاري. أهلا بك مشاري. اليوم تأهل لأول منتخبات العربية الشمال أفريقية في انتظار الغد بطبيعة الحال، تفضل. أهلا أمين، تحية لك وتحية لضيوفك الكرام والتحية الأكبر لمشاهدينا الأعزاء. في حلقة اليوم من المساء الرياضي كما تفضلت تأهل للمربع الذهبي لمنتخب المغربي الشقيق وكذلك منتخب السنغال، وكذلك حديث عن مواضيع مختلفة أهمها اليوم الثاني من ربع النهائي، وكذلك كثير من المواضيع بعد قليل في حلقة المساء الرياضي. شكرا جزيلا لك مشاري وبالتوفيق إن شاء الله. قبل أن نختم هذا الاستوديو مشاهدينا أخذ كلمة من الكباتن حول المستقبل. معك كابتن يوسف. طبعا الآن وصلنا لمرحلة مهمة الآن، مباراتين على التتويج، على يجب نكون مستعد خصوصا المباراة المقبلة نصف النهائي. الشيء اللي يعجبني اليوم هي ردة الفعل، نبني على هذه المباراة على المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي وعلى المستوى الذهني وعلى المستوى كذلك في عملية التعامل مع المباراة، مع مجريات المباراة. الجمهور كان عنده دور كبير منذ بداية البطولة، لكن اليوم أكد بأن دائما هو وراء الفريق، وكان واحد أسباب أنه أعطى دفعة معنوية للاعبين إن شاء الله يكون. لكن كانت هناك ضربة جزاء ثانية خلينا نجيبها ديال الزازوزي على اساس ما يكونش. وفي الأخير التحكيم جزء من كرة القدم. كابتن جيريمي، من تراه الأجهز للتتويج بالبطولة إلى حد الآن بعجالة؟ في بداية هذه النسخة وبداية هذه المباراة ضد المنتخب المغربي قلت أن المنتخب المغربي مرشح على الفوز باللقب مرة أخرى. سأؤكد مرة أخرى وأن المنتخب المغربي هو المرشح الأول للفوز بهذه النسخة. أشكرك جزيل الشكر يوسف شيبو، جيريمي نجيتاب، كابتن محمد أبو تريكة. شكرا لكم جميعا. الشكر كذلك لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل. إلى اللقاء.